طبعا في ستات كتير قوي محجبات شعرهم كيرلي. انا النهارده هقولك على طريقه سهله قوي تقدري بيها تعملي ستايلينج لشعرك وتلبسي الحجاب من غير ما يجراله اي حاجه. نتاكد ان هو 100% ناشف قبل ما نلبس الحجاب، لان لو لبسنا الحجاب وشعرنا مبلول حاجه بسيطه قوي الشعر هيكمكم وهيعمل فطريات وهتبقى ريحته مش حلوه خالص. هنعمل ايه؟ التوكة الستان بتاعتنا، نلم شعرنا بأي شكل كحكة كده وخلاص. بعد كده بنجيب البونيه الستان بتاعنا ونلبسه على شعرنا كده. شايفين الحتة الزيادة اللي أنا ماسكاها في البونيه دي؟ وهنجيب توكة، أي توكة رفيعة، وهنربط الحتة الزيادة دي بيها كده. ليه بقى لبسنا البونيه؟ علشان تلبسي البندانة القطن بتاعتك من غير ما تبقي قلقانة ان شعرك يبوظ. تلبسي البونيه الستاني اللي انت بتنامي بيه الاول، وبعد كده تروحي حاطه البندانة القطن من قدام. انا جبت سكارف كده اي كلام، وهنجيب بقى ايه اي طرحة من عندنا. شوفوا بقى بتحبوا تربطوها ازاي، انا طبعا مش هربطها يعني كمالب، بس هنروح عاملين كده مثلا. شكلي حوار وانا لابسه حجاب على نص كم كده. بس جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم.